اعتقد ان في 2 سيناريو ممكن يخلوا الشخص يحس بالوحدة. اول سيناريو اني قاعدة بقلب على السوشيال ميديا وشفت فيديو على تيك توك لشلة او لمكان وحسيت ان انا حبيت اروحه، وبعدين افتكرت اني ما عنديش شلة، ما عنديش صحاب، ما عنديش حتى شخص واحد اروح معاه. السيناريو التاني ان انا اوريدي نزلت وقاعدة وسط ناس كتير بس جالي السنس بتاع انا عايزة اتنح. مش حاسه اني عايزه اعمل حاجه غير اني اتنح وبس. استنحي للأستاذة حنان ترك في فيلم الحب الأول، وحسيت انه يمكن ده مش مكاني وتنحت كده وجالي شعور بالوحدة. روحت نزلت صور التجمع بس من جوايا صباح الفل انا وحيدة قوي. النهارده هنحل كل ده في خطوات بسيطة. واول حاجة هنسألها هو اصلا شعور الوحدة ممكن يجي من ايه او ايه سببه. ده بيجي من ان الشخص مش فاهم نفسه كويس ومش عارفها، فهو بيخاف يقعد معاه ومش عارف يقضي وقت مع نفسه كويس. وتاني سبب ان هو عنده مشكلة في التواصل، يعني ما بيعرفش يتواصل مع الناس كويس، يعني وارد يكون انطوائي شوية، وارد يكون بيتكسف، وارد يكون ما بيعرفش يفتح مواضيع، ايا يكن السبب تعدادة الاسباب. بس مش مشكلة ان احنا هنحاول نحل كل ده في الفيديو. بس اول حاجة لازم نكون مدركين وفاهمين زي ما قلنا الفيديو اللي فات انها مجرد فترة واحنا موجهين فيها اهتمامنا لنفسنا واننا نكتشف نفسنا اكتر، يعني اعرف انا بحب ايه وبكره ايه. كل الاسئلة الوجودية اللي ممكن اسألها لنفسي اقدر اسألها لنفسي في الوقت ده علشان اعرف كل حاجة بدأت منين، ودي احلى فكرة في الوحدة والجزء الايجابي منها. ستيب 1 هنا يجي وقت الجورنال. الجورنال معناه ان احنا هنجيب ورقه وقلم ونقعد نسال نفسنا اسئله كده، واحنا مثلا قاعدين فاضيين نقعد مثلا نسال نفسنا اسئله ونقعد نفكر ونكتب على الورق، لان ان احنا نطلع افكارنا ومشاعرنا في الورق هيخلينا نفهم نفسنا اكتر، بدل ما نخلي الموضوع في دماغنا مش هنحس ان احنا فاهمين وهنحس ان احنا زحمه كده والكلام ده. فالورق بيبقى اسهل بكتير وكمان مسلي اكتر ونشاط نقدر ان احنا نعمله مع نفسنا ونقضي وقت، فمش هنحس بالوحده ومش هنحس ان احنا متضايقين. فاقدر ان انا اسال نفسي مثلا كل يوم سؤال واحاول ان انا اجاوبه، او اقدر ان انا وانا في وقت فراغي مثلا او قاعده فاضيه مش حاجه اعملها ممكن ان انا اعمل جورنال على حسب ما احب. من الاسئله اللي ممكن اسالها لنفسي في الفتره دي، اول مثلا سؤال ليه انا حاسه بالوحده علشان اعرف اصلا المشكله فين، طيب صحتي النفسيه واصله لحد فين، طيب انا بحب ايه في شخصيتي، ايه المميز فيها وايه اللي انا مش بحبه، ايه اللي ممكن اغيره او انا حابه ان انا كبسنت مثلا ان انا اغيره في نفسي، مش اتغير عشان حد، لا انا بتغير عشان نفسي. كل الحاجات دي اقدر ان انا اجاوبها، اقدر ان انا اعملها جورنال. الموضوع بيبقى مسلي جدا وبيعرفني عن نفسي اكتر. بقالي فتره طويله بعمل جورنال بس الموضوع فرق معايا جدا يعني. او الخطوه الثانيه بعد ما عرفت نفسي وبعد ما بدات اتعرف عليها واحده واحده، دلوقتي وقت ان انا اقدم لها الحب بجد بس بما يرضي الله، بمعنى ان انا اقدم لها حب بالافعال. يعني ما ينفعش تكون حاسس بالوحده وانت معاك اهم شخص اللي هو انت. ايوه انت عايز كل الناس تبقى اصحابك وعايز كل الناس تبقى حواليك وعايز ما تحسش بالوحده، انت مش عارف اصلا تصاحب نفسك الاول. دلوقتي وقت ان انا اخد نفسي من ايدها ونقعد سوا كده نشوف ايه الحاجه او النشاط اللي بحب اعمله بكون مبسوطه حتى وانا لوحدي، ايه الحاجة اللي بقالي فترة عايزة اعملها بس بكسل وبقول اصلا مفيش حد يروح معايا، لو انا متضايقة ايه النشاط اللي ممكن اعمله او بحب اعمل ايه وقتها، ايه الحاجة اللي عايزة اتعلمها بس بقالي فترة مأجلة الموضوع وبكبر علشان انا مش لاقية حد يشجعني اعملها. ايوه كل العالم هيكون عني انا النجمه في الوقت ده وانا الماين كاركتر في الوقت دوت، كل العالم عني انا. ايوه انا الفتره اللي قضيتها لوحدي كنت بحس ان انا اكتر حاجه بحب اعملها وانا مبسوطه او انا متضايقه هي ان انا اتفرج على الدراما الصيني. انا مفيش حاجه بحب اعملها في حياتي قد الموضوع ده، لحد الان مش قادره افهم ليه، بس دي حاجه بتبسطني. يعني وانا متضايقه باخد بعضي واقعد اتفرج على 50-60 حلقه بالليل عادي، ما يفرقش معايا، ببقى مبسوطه. لو انا برضك مبسوطه بدور على حاجه متوازيه مع نفس السنس اللي عندي كده وبتفرج، دي حاجه بحب اعملها قوي. طبعا برضك اكتشفت ان انا بحب اقعد في الشمس وفي الدفا، بحب احساس اللي هو الشمس كده بالذات بتاعه الشتاء دي لما بتبقى دافيه. ساعات بروح اتشمس في البلكونه وساعات تانية بحب ان انا انزل اقعد مثلا في مكان على البحر او مكان فيه زرع. حوار الزرع ده صعب شويه ان انا ساكنه بعيد عن اماكن فيها زرع، بس يعني بحاول برضه اكتشف اغاني جديده والوان مختلفه من الموسيقى. يعني مؤخرا مثلا بسمع اغاني ياباني جدا جدا وبحسها مؤثرة قوي. يعني صيني بقالي فترة بحاول في الموضوع، ويعني بدأت اللي هو ستيب 1 فيه، بس اي نعم مش بمشي على الموضوع باستمرار الصراحة،
لكن برضك حاسه ان الموضوع حلو، وبرضك طورت الانجليزي بتاعي. عموما برضو في الخطه ان انا اتعلم خياطه، بس لسه صراحه ما بداتش في الموضوع. برضو بعمل جورنال لما اكون متضايقه او في فكره معينه حابه اعبر عنها. بحاول برضو اتعلم اكل لوحدي عشان بكره الموضوع ده جدا. بحاول اني ارومانتسايز الموضوع كده بان انا مثلا اعمل اكل، مع اني ما بعرفش اعمل اكل اصلا، بعمل حاجات عبيطه قوي. بحاول اني اعمل اكل مثلا وانا مشغله حاجه بحبها. بحاول اخلي الوقت اللي انا بقضيه وانا باكل لوحدي حلو. باخد الاكل وبحاول اكل في الشمس كده ناحيه البلكونه، بحط ورد ان يكن. يعني المهم ان انا بحاول اقضي الوقت اللي انا مش حابه ان انا اقضيه لوحدي او ما بحبهوش، اقضيه بطريقه اكون حباها. يعني انا بجد ما بحبش اكل لوحدي، ولو جيت لقيتهم اكلوا بتخانق قوي، بس ساعات بضطر افطر لوحدي علشان انا ساعات بصحى متاخر. وبحب برضك اغسل المواعين. اكتشفت برضك مؤخرا ان غسيل المواعين بيخليني اقعد افكر ياما في دماغي، واقعد بقى افكر في حاجات عايزه اعملها او حاجات مضايقاني احاول احلها. كل الكلام ده بيجيلي وانا بغسل المواعين. مش عارفه النشاط الوحيد اللي بفكر وانا بعمله. يا رب ما تشوفش الفيديو ده، ما تبقيش غسيل المواعين عليك انت على طول. بحب امشي كتير برضك، بحب اقعد على البحر. في حاجات كتير قوي اكتشفت ان انا بحب اعملها، واكتشفت ان انا بحب كمان اعملها لوحدي، مش بحتاج حد يعملها معايا وانا في وقت وحدتي. تيب 3، ودي اصعب نقطه في الموضوع، ان الواحد يحاول ينزل لوحده. يعني هنحاول ان احنا نعمل حاجات او انشطه من الانشطه اللي بنحبها، لكن هننزل لوحدنا. يعني الموضوع صعب شويه لكن الواحد وقت ما يبقى فاهم نفسه وعارف ايه الانشطه اللي بتبسطه وشويه حاجات بيحب يعملها لوحده، او عارف ايه الحاجات اللي ممكن يعملها علشان تبسطه وهو لوحده، فوقتها مش هيحس ان الموضوع صعب قوي. حتى لو هو صعب في الاول، لكن واحده واحده هنتعود، واحده واحده كمان هنحس ان احنا اللي هو لينا وقت لوحدينا، وبحب ان انا اقضيه لوحدي. يعني مثلا ممكن اكون مثلا بحب ان انا اتمشى لوحدي مثلا اخر النهار، ففي الاول هيبقى صعب، لكن بعد كده هحب ان انا اعمله لوحدي علشان ابقى مع نفسي. يعني لازم اخرج مع نفسي شويه. انشطه كتير برضو ممكن نعملها لوحدينا وممكن نكون مبسوطين واحنا بنعملها، زي مثلا ان احنا نتمشى شويه اهو مننا برضك نبقى بنمارس رياضه. ممكن ان احنا نتمشى على البحر، ممكن نقعد في جنينه شويه ونقرا كتب مثلا، ننزل نجرب مكان جديد، ممكن مثلا ننزل نشتري كتب، ممكن نروح برضك الجيم. كمان الجيم حاجه يعني مع الوقت هتبقى حاجه اجتماعيه، لان برضك هنشوف ناس. برضك ننزل ديت مثلا لوحدينا، ان انا مثلا انزل اخرج في مكان مثلا وانا لابسه لبس مثلا انا حابه ان انا البسه كده، اروح اتغدى في مكان حلو، اروح مثلا افطر لوحدي في مكان حلو كده وارومانتسايز الموضوع. مثلا ان انا ايه نازله ديت الصبح الساعه 10، اروح بقى افطر اي حاجه بحبها، خد معايا كتاب بحب اقراه. كل الحاجات ديت حلوه قوي ويجربها، وحلو ان الواحد يعرف يقضي وقت لوحده ويبقى مبسوط. ستيب 4، ودي اخر حاجه معانا بعد ما عرفنا خلاص يا ابطال ايه اللي بنحبه ايه اللي بنكرهه، ايه الانشطه اللي بحب امارسها وايه الحاجات اللي بتفرحني وايه الحاجات اللي لا. كمان بقينا بنعرف ننزل لوحدينا وبقينا اشطر كتاكيت، فده وقت دلوقتي ان احنا نتعامل مع الناس تاني وننزل مع الناس تاني. ليه بقى؟ علشان محدش بيعيش لوحده، احنا مش جايين عشان نعيش لوحدينا. زي ما قلنا هي مجرد فتره مؤقته احنا مصدرين اهتمامنا فيها لنفسنا عقبال ما نلاقي اشخاصنا المناسبين. يعني المفروض ان انا اكون منفتحه على العالم. انا مثلا بحب اقضي وقت لوحدي، مثلا انا مبسوطه وفي حاجات ياما بعرف اعملها لوحدي وبعرف اعيش لوحدي عادي، لكن وقت ما الاقي اي اشخاص مناسبين لشخصيتي ومناسبين لحياتي فقشطه، ليه لا؟ لان انا مش هعيش لوحدي كده كده. اول حاجه في النقطه دي ان احنا هنحاول نقرب من اهلنا، لان دول اول دايره حوالينا، فمهم ان احنا علاقتنا بيهم تبقى كويسه. ننزل بقى سوا، نتكلم سوا، نشوف ايه الانشطه اللي ممكن نعملها سوا. المهم ان احنا نبقى سوا عشان دول اهم حاجه في حياه البني ادم عموما. يعني مثلا انا كل يوم انا واخواتي بنشوف اي موضوع اهبل بنقعد نحكي فيه ونتكلم فيه لغايه الصبح، حتى لو شفنا مسلسل وبنقعد نقول راينا فيه، اي عبط وخلاص. المهم ان احنا بنتكلم، المهم ان بينا حاجه مشتركه. برضك بننزل نتمشى على البحر او نروح البحر لان هو جنبينا، فبنروح نقعد ما بنعملش حاجه برضه بس سوا ونقضي وقت سوا. ساعات بنحاول نخرج سوا مع ان احنا اغلب الوقت ما بنعملش حاجه، ان احنا بنتعارك واحنا خارجين. بس برضك يعني بنعمل حاجات سوا. حاجه كمان ممكن الواحد يعملها ساعات برضك لما بننزل نشتري حاجات من تحت البيت، نقعد نتجول حواليه كده. انا مش فاهمه ليه بس احنا ساعات برضك بنحب نعمل كده. ساعات بنزل انا واختي بتنزلني كشري ديت عافيه، اللي هو ننزل المكان لازم ناكل كشري واحنا مروحين. بقى كل دي انشطه ممكن تعملوها مع اسرتكم او مع اهلكم واخواتكم وبابا وماما، اي حد بقى تشوفوا الموضوع ممكن يمشي ازاي. بس هو مع الوقت هياخد وقت، بس برضك في الاخر هيمشي وهيظبط. حاجه ان احنا نختار الناس اللي هننزل معاهم، نختارهم صح. يعني مثلا لو انا لسه مش متعود على الموضوع، او انا لسه مش حاسه ان انا ممكن انزل مع اشخاص، او انا شخص انطوائي شويه او مش بعرف افتح مواضيع، اختار اشخاص عندهم نفس اهتماماتي عشان اقدر افتح معاهم حوار. يعني مثلا انا وماما زمان كنا بنحب ننزل نشتري كتب قوي، كنا بننزل مثلا نشتري كتب حوالي ساعه ونص، نقعد نلف في الشارع بتاع النبي نيال دوت، نقعد بقى نقرا الملخصات ونشوف مش عارفه هنا ونشوف مش عارفه هنا.
نجيب الشارع من اوله لاخره كل المكاتب ونشتري ونروح مبسوطين ومقضيين وقت حلو قوي، جايبين بقى ايه كيسه كبيره كده مليانه كتب وحاجات. لما كبرت شويه بدات ان انا انزل انا واصحابي، لان انا كنت بعمل الموضوع ده انا وماما من وانا صغيره من 6 ابتدائي مثلا لغايه الثانوي. فلما بدات بقى انزل في الثانوي مع اصحابي كانوا بيملوا بسرعه، كانوا يقعدوا بقى يقولوا لي انت لسه هتقري الملخص، انت لسه هتشوفيها، انت لسه هتعمليها، انت لسه ما خلصتيش، انت لسه ما اشتريتيش. بحس ان انا متسربعه، بحس ان انا ما انبسطتش وما قضيتش وقت ومفيش حاجه بيني وما بينهم مشتركه. يعني انا وماما كنا مثلا نقعد ناخد راي بعض في الكتب، مثلا هي بتبقى واقفه بتشتري وانا واقفه بشتري، اشترينا كام حاجه مش عارفه، كان بيبقى بينا حوار. انما لما كنت بنزل معاهم كنت بحس ان انا هما بيسربعوني عشان اخلص ونمشي. فهي دي النقطه، ان انا اشوف حد عنده نفس اهتماماتي. يعني مثلا بحب اشتري كتب وخلاص اخد معايا مثلا حد ننزل نشتري كتب سوا. ممكن مثلا اكون بحب الاكل فممكن مثلا اخد حد نجربه اكل سوا مثلا، علشان ايه هيبقى بينا حوار اللي هو الاكل ده حلو الاكل ده وحش، طب ناقصه مش عارفه ايه، طب ناقصه ايه. ما ينفعش اخد مثلا حد مثلا شبه انا ما بفهمش في الاكل اساسا الصراحه مش عارفه، فعادي باكل وخلاص مش ببقى مهتميه قوي يعني. فدي نقطه مهمه برضو وقت لما نبدا نعمل حاجه زي كده. فاخر حاجه بقى اللي مستني حد يكلمه او حد يقول له يلا ننزل او حد يقول له يلا نروح نجرب الحاجه الفلانيه هيفضل لوحده. وعن تجربه علشان انا كنت بعمل كده، كنت ببقى قاعده مستنيه حد يكلمني حد يعملني، في الاخر محدش بيكلم حد من عندنا احنا الاول. يعني احنا مثلا ممكن نقول طب يلا ننزل، طب يلا نجرب كذا، طب يلا نعمل كذا، عادي الموضوع بيبقى بسيط وحلو وهننبسط لما نعمل حاجه زي كده وناخد خطوه زي كده، لان هنحس بثقه بنفسنا اكتر وهنحس ان احنا مش لوحدنا. وبرضك هننبسط في الاخر ما دام اخترنا الشخصيات الصح او اخترنا الناس فعلا نقدر ان احنا ننبسط معاهم. حاجه نحاول ان احنا نعمل تفاعل بيننا وبين الناس وما نستناش ان حد برضك يكلمنا. يعني مثلا انا قاعده وسط جماعه من الناس مثلا فيهم كام نفر اعرفهم وكام نفر ما اعرفهمش، صحابنا والجو ده. يعني مثلا انا قاعده وسطهم فبدل ما استنى ان حد يكلمني ممكن مثلا اسال سؤال زي مثلا يا جماعه حد شاف المسلسل الصيني كذا، فمثلا ممكن الاقي انهم سكتوا شويه بعدين الاقي مثلا حد رد لا انا ما بشوفش مسلسلات صيني، او لا الصيني مش حلو، او لا مش عارفه ايه. وقتها ممكن احس ان انا لوحدي، ممكن احس ان محدش مهتم باللي انا بقوله، محدش مهتم باللي انا بعمله، او انا مش منتميه لهم. لكن الصح وقتها ان انا اسالهم مثلا بالعكس واخد الموقف لاهتماماتهم هم، بان انا مثلا اسالهم طب انتوا بتحبوا تتفرجوا على ايه، او ايه المسلسل اللي شفتوه بتحبوا تتفرجوا عليه. فوقتها مثلا هنلاقي حد ممكن يقول انا بحب اتفرج على عربي، ممكن حد يقول انا بحب اتفرج على اجنبي، ممكن حد يقول انا بحب اتفرج على كوري، ايا يكن. وقتها كل واحد هيبقى ليه راي وانا هبقى بسمعهم وبقول رايي وهم بيسمعوني وهكذا. ما بيننا حوار وقتها مش هحس ان انا لوحدي، بالعكس هحس ان انا لا انا قاعده وفي المكان، لا انا قاعده في المكان ومثلا بتكلم وبتناقش، وفي نفس الوقت هم كمان هيحسوا ان انا مهتمه باللي هم مهتمين بيه، يعني مهتمه باللي بيقولوه. فهيبقى في بينا حوار ونقاش بدل مثلا ما اقعد ما اعملش حاجه غير ان انا قاعده بتفرج عليهم او قاعده بسمعهم وبعدين باخد بعضي واروح. بحس ان انا ما انبسطتش، بحس ان انا لوحدي، بحس ان انا مش منتميه لهم. عكس مثلا لما يحصل حوار ونقاش، اكتر حاجه بتخلي البني ادم يحس ان هو مش لوحده لما يبقى فيه تفاعل بينه وبين الناس، لما ما حدش كان مستثقلني في القعده وكنت بتكلم وبسمع وبقول وهكذا. وبس كده. الموضوع صعب سيكا، بياخد وقت حبه كتير الصراحه مش هنكر. يعني النتيجه حلوه اننا مش هنخاف من نفسنا وهنعرف نختار صح، مش هنكون مع اشخاص توكسيك، خايفين نكون مع نفسنا مع انها اهم حد في حياتنا. بس كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي، باي.